في صحابي اسمه مش متداول كتير، بس قصته المفروض تتكتب بالنار مش بالحبر. هات مخك وتعالى. عبد الله ابن حذافة وقع أسير عند ملك الروم، فقال له الملك اترك دينك وأنا أسيبك وأغنيك وأجوزك. ساعتها يا صديقي يا عبد الله ابتسم وسكت. فالملك قال طب ههددك بجد، وجاب واحد تاني من الصحابة ورماه حي في زيت مغلي لحد ما داب لحمه وطلع عظمه. والملك قال لعبد الله هتترك دينك ولا ترمي نفسك كمان؟ ساعتها يا صديقي يا عبد الله بكى. فالملك بصله وقال له دموعك دي عبارة عن استسلام؟ فقال له لا، انا بعيط لان نفسي يكون ليا ارواح بعدد شعر راسي وارميهم في الزيت ده في سبيل الله. الملك ساعتها وقف مش مصدق وقال له طب بوس راسي وانا اسيبك. فعبد الله قال له بس بشرط تسيبني وتسيب كل الأسرى معايا. وساعتها وافق الملك، فرجع عبد الله والصحابة معاه. فلما الخليفة عمر بن الخطاب سمع بالموقف قال للناس حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله ابن حذافة. وقام سيدنا عمر وباس راسه بنفسه. تابعني عشان يوصل لك كل جديد. كان معاك الفاتح، ده طرف الخيط والبكرة كلها هناك.